أنه يمكن أن يكون القرار الأكثر واقعية الانتقال اهم، نحو حكم ذاتي حقيقي بمقوماته. يجب أن يحدث هناك انتقال في المغرب نحو الديمقراطية. أنا مثلا ملي كنشوف النهار اللي خطب الملك من بعد قرار ديال مجلس الأمن كيفاش خرجوا المغاربة من الشوارع، وكأنه غدا راه الملف راه تسالى. انتفاء الديمقراطية ومن ناحية وجود بنية الفساد كما هي موجودة في المغرب، كما هي موجودة عند الطرف الآخر. ما عجبنيش الحضور ديال وزير الخارجية في قناة عمومية، فإذا به طيلة اللقاء كله يختزل هذا الانتصار هذا كله فيما قام به الملك من اتصالات مع رؤساء الدول الأخرى. كاين اللي كيرجح أنه بسقوط القذافي التحدي الآخر ديال المسلحين إمم، كي غيتم الإدماج ديالهم اللي هي المكتب الشريف للفوسفات، لعبت أدوار كبيرة في تغيير قناعات بعض الدول، سواء في شرق إفريقيا وسواء في أمريكا اللاتينية. كاينة وهاد المشاريع شكون الساكنة المحلية اللي مستفدة من هاد المشاريع؟ حنا خصنا نتكلموا بوضوح، هُما أصحاب الريح يعني كاينة موحدين. معركة ما بعد الحكم كاين. الذاتي. صافي بغيت نقدّم لك ما نسيت ما سولتكش عليها. الحسن أي صفة. عرفتك ما عنديش ما أنا كتبغيش ديك مشكل. دكتور لا، وكذا. لا أنا ضد الدكتور، حيت الدكتور هو، أنا بالنسبة لي الدكتور خصو يتقال الطبيب، حيت بالنسبة خارج الطب أنا بالنسبة لي ديك شهادة جامعية. كتبغيش يعيط لك شي واحد حيت شهادة دكتور. جامعية فهمتي، اهم، لا حتى في التقاليد في العالم كامل الدكتور كتقال الحاصل على شهادة دكتوراه في الطب ولا في الصيدلة في العالم كامل. اهم، راه شحال د الناس راه ما عمرك قران بيير بورديو ما غتلقاش كاتب دكتور بيير بورديو، بيير اهم، بورديو اهم. فهمتيني. المهم صيفطي أستاذ أوكي، جامعي أوكي. بركة وصافي already وقال. بدينا صافي، إحنا راه آه، ديجا بدينا آه، دونك مرحبا بك السي مرحبا خالد. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بدايةً بغينا نشوفوا بعدا القرار ديال مجلس الأمن منظور حقوقي، ولكن نبداو بعدا، بغيت نعرف كيفاش استقبلتِ هذاك القرار؟ أنا شوف أنا استقبلت القرار اهم. بارتياح، طبعًا بارتياح وبحذر. كمغربي، كحقوقي من واحد المنظور. لا كمغربي اهم، وكحقوقي في نفس الوقت. كحقوقي لأنه بالنسبة لي أنا في القضايا ملي كتكون قضايا فيها نزاعات سياسية أولا نزاعات حول الحرب، حول الأرض عفوًا، وكيكون فيها ماضي ديال الحروب، وكتكون كذلك إمكانية أنه اهم، تنوض الحرب في أي وقت. بالطبع من المنظور الحقوقي دائمًا كتكون الهدف ديال الحقوقي هو إيقاف الحرب وأنه اهم، يكون السلم. بالتالي ما دام أن الروح ديال القرار ديال مجلس الأمن كيتجه نحو تثبيت ديال السلم أو في المنطقة، فطبعًا من الناحية الحقوقية غادي نكون مرتاح. اهم، من منظور مواطن مغربي راه كنعرفوا بأن التكلفة ديال قضية الصحراء تكلفة كانت كبيرة، تكلفة مالية بالدرجة الأولى، لأنه المغرب كينفق أموال كثيرة على الصحراء، وهذا كيكون عنده تأثير بشكل أو بآخر على ميزانيات قطاعية أخرى اللي هي حتى هي من الاحتياجات ديال المواطنين. كذلك أنه قضية الصحراء كانت عندها تداعيات سلبية حتى في الملف ديال الديمقراطية وفي الملف ديال حقوق الإنسان وحتى في الملف ديال حرية التعبير، لأنه تم وضع سقف ما غادي نقولش قانوني، ما كاينش شي حاجة اللي كتقيد في القانون، ولكن في الممارسة ولينا حتى أنه كان في مواضيع بحال هذه كنديروا نوع من الرقابة الذاتية، وبالتالي هذا كان من التأثيرات ديال عدم الحسم في قضية الصحراء. وحتى النظام المغربي دائمًا ملي رفع الشعار ديال أن القضية ديال الصحراء هي القضية الوطنية الأولى، بمعنى بشكل غير مباشر يوجه النقاش إلى أنه كل القضايا مؤجلة إلى حين الحسم في هذا الموضوع، وبالتالي ومن بيناتها قضايا الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان وقضايا العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية. إذا بالنسبة لي أنا كمغربي غادي نبغي أنه يكون حسم في هذا الموضوع في أقرب فرصة
ممكنة لكي نتوجه إلى المستقبل. وكذلك أنا لست مغربيا فقط، أنا مواطن مغاربي كذلك، أنتمي من هذه المنطقة ديال المغرب الكبير، ويحز في نفسي أننا كان ممكن الدول ديال المنطقة كلها لو كان عندنا تكامل اقتصادي ولو كان عندنا نوع من التعاون أننا نكونوا في علاقتنا مع سواء الجوار الأوروبي ولا سواء حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، غادي نكونوا في موقع أفضل من الموقع الحالي. ولذلك أنا مرتاح اهم. لقرار مجلس الأمن الأخير، ولكن كذلك حذر من ناحية واحدة، هو أن نخطئ عاوتاني كذلك اقتناص هذه الفرصة. وملي كنقول أن نخطئ ما كنتكلمش فقط على الدولة المغربية، على الدولة المغربية ولا على الأطراف اهم. الأخرى، خصوصا الجزائر بدرجة أولى وجبهة بوليزاريو بدرجة ثانية. مفهوم. كتشوفوا أنه هاد القرار هذا بالضبط واش رسّخ واقعية هاد المقترح؟ واقعية المقترح اهم. المغربي، اهم. هو شوف، هو في القرارات السابقة كان دائما كيتم الإشادة بالمقترح المغربي. اليوم القرار كينتقل إلى منطقة أخرى، وهو أنه يعتبره أنه يمكن أن يكون القرار الأكثر واقعية. واقعي. ما بقاش كيقول الأكثر جدية، لأنه في القرارات السابقة كان كيعتبر بأنه المغرب جدي في المقترح ديالو. اليوم بمعنى تقدر تكون جدي في المقترح ديالك، ولكن المقترح ديالك غير واقعي. فهمتي؟ اليوم كتضاف الصفة الأخرى أنه القرار الأكثر واقعية اهم. لحل هاد النزاع. وبالتالي الروح ديال القرار يذهب في اتجاه أنه كيف ممكن نبحثوا على مسارات لكي يصبح أن ينتقل القرار من المقترح إلى التفاصيل العملية، وأن تتم إجراءاته على الأرض. أنا كنشوف اهم. روح القرار غادي في هذا الاتجاه هذا. بما أنكم أشرتم للغة ديال القرار، نبغيو نعرفوا لغة القرار كي جاتكم، كي كانت؟ هي حنا ما غندخلوش في الديتاي ديال اهم. النقاش الصيغة الأولى اللي تم تعديلها والصيغة الطرق الثانية، نبقاو حنايا والأقلام في الصيغة الأخيرة. الصيغة الأخيرة من الناحية الشكلية غادي يمكن نقول بأنه انتصار دبلوماسي اهم. للدبلوماسية المغربية، لأنه باش تلقى غير مصطلح أو الكلمة ديال الحكم الذاتي كتكرر 6 ديال المرات في نص قصير نسبيًا، لأنه هذا النص هذا مقارنة مع النصوص مع القرارات السابقة، القرارات السابقة كانت أطول من هذا القرار فعلًا هذا. آه. معنى أنه في صفحة تقريبًا كيتذكر المقترح المغربي 6 د المرات، بمعنى هذا انحياز كبير للطرح المغربي. ولكن في نفس الوقت هو إلا بغينا نقولوا فتح المجال كذلك أنه يبعث رسالة بأنه الأمر لا يرتبط بانتصار مقاربة على مقاربة أخرى، وخلى منافذ من ممكن أنه الأطراف الأخرى أنها تلقى ذاتها فيه، ملي كيشير إلى اعتبار القرارات السابقة، ملي استخدم القرار الأمثل عوض أنه يقول المقترح الأمثل عوض أنه يقول المقترح الوحيد، ملي قال بأنه يرحب بوجود أي مقترحات أخرى، بمعنى أنه فحال اللي كيعطي للأطراف الأخرى واحد المجال فين أن ممكن تلقى ذاتها وترتب الأوراق ديالها باش ممكن تلتحق بالمسار الآخر اللي كنعتبروا أنه هو مسار الحكم الذاتي. ذكرتوا الدبلوماسية، في نظركم الدبلوماسية كيفاش قدرت تلعب دور في بلورة هذا القرار داخل المجلس الأمن؟ الدبلوماسية المغربية، نعم. شوف أنا نقول لك واحد المسألة، أنا صعيب علينا نتكلموا في هذه المسألة اللي ما عندناش معطيات. اهم. المغرب، ولكن نبغي نقول واحد المسألة، هو أنه ما عجبنيش الحضور ديال وزير الخارجية في قناة عمومية. علاش؟ اهم. لأنه حنا في هذه المرحلة المقبلة خصنا نعرضوا نفسنا للعالم، ونعرضوا نفسنا كذلك حتى الإخوان في المخيمات إلى آخره، على أساس أن نحن
دولة ديمقراطية، دولة المؤسسات، دولة تشتغل بنفس حداثي. فإذا به طيلة اللقاء كله يختزل هذا الانتصار هذا كله فيما قام به الملك من اتصالات مع رؤساء الدول الأخرى. وبالتالي في نهاية المطاف شنو كتقدم؟ كتقدم واحد الصورة أنه فيها دولة، فيها شخص واحد هو الذي يقوم بكل الأشياء، مع العلم أنه راه هاد الدولة هذه راه فيها دبلوماسية، فيها أجهزة مخابرات خارجية كذلك اللي كتشتغل على هاد الملفات كما كاين في دول العالم كله، فيها مفاوضين على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المشاريع وعلى مستوى هذا. إذا الأمر ماشي بهاد النبرة بحال اللي حنا باقيين عايشين في القرن الرابع ولا الخامس الهجري، بحيث يكتفي أن يراسل إمبراطورا آخر لكي تحل جميع المشاكل. هذا الأمر الثاني اللي نبغي نشير ليه، وإن كان هو بعيد على السؤال ديالك ولكن هو في السياق ديالو، هو أني لا أعتقد، لأنه هذا الشيء تقال كيقول بأنهم الثمار ديال عودة العلاقات ديال المغرب مع إسرائيل. أنا لا أعتقد ذلك. علاش؟ حيت القرار صدر في هذه المرحلة هذه، ماشي في مرحلة سابقة، وفي المرحلة اللي إسرائيل براسها كتعيش عزلة دولية. معنى إسرائيل من الناحية الدبلوماسية اليوم هي في أسوأ المراحل ديال الدبلوماسية ديالها. يكفي أن الرئيس الدولة ديالها ما يقدرش يمشي لمجموعة ديال الدول، من بيناتها بعض الدول اللي إلى الأمس القريب كانت حليفة فيه، لأنه يخاف من أن ديك الدول تمشي نحو التطبيق ديال حكم محكمة العدل الدولية بالقبض عليه. بين الدول اللي صوتت لصالح القرار ديال مجلس الأمن بعض الدول اللي علاقتها متوترة مع إسرائيل، في حال سلوفينيا. الملك مثلا في الخطاب ديالو الدول اللي شكرها، شكر مثلا فرنسا بالخصوص، وهذا كيبين بان فرنسا لعبت ادوار كبيره، بمعنى خصها بالذكر، بمعنى انه لعبت ادوار كبيره، بمعنى ممكن نقولوا بانه هذا الشيء كان معروف، لانه اكبر مدافع كان على المقترح المغربي في الامم المتحده هو فرنسا. وهنا نتفكر واحد المساله، ان حتى في الوقت اللي كانت العلاقات المغربية الفرنسية كتمر بواحد المرحلة ديال التوتر، بقيت فرنسا داخل مجلس الأمن مدافعة على السردية المغرب، بمعنى أن موقف فرنسا من قضية الصحراء بخلاف الدول الأخرى، بمعنى يتجاوز، هو موقف دولة، يعني كتجاوز المواقف ديال الحكومات اللي ممكن تكون تعاقب. ثم إسبانيا رغم أنها ما كانتش في الدول اللي في مجلس الأمن حاليا، فهو ذكرها، ومعروف أنه لا فرنسا حاليا علاقتها شوية ما بقتش مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، على الأقل كاين نوع من الشنآن، خصوصا بعد ما اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية. إسبانيا خلاص. إذا بمعنى أنه ما تمر به إسرائيل حاليا عد مشاكلها هي، بمعنى أنه صعيب أنه نقول أنها لعبت أدوار لصالح المغرب. صحيح أنه الاتفاق الثلاثي عنده علاقة، اتفاق الثلاثي عنده علاقة، وهذا هو اللي ما خلاش المغرب أنه يقطع العلاقات ديالو مع الكيان وفي ظل حرب الإبادة. أنا لا أبرر، أنا باقي لحد الآن موقفي هو أنني ضد التطبيع، ضد، ولكن الآن نحن نحلل، حيث ذاك الاتفاق الثلاثي راه هو مكمول، إما تاخذه كامل إما ما تاخذوش كامل، بمعنى فيه عودة العلاقات الدبلوماسية وفيه الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. إذن استمرار الاعتراف المغربي بسيادة استمرار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء جاء في إطار هذا الاتفاق الثلاثي، معنى أنه صعيب على المغرب أنه يخرج من هذا الاتفاق هذا. إذن أمريكا هي العرابة ديال الاتفاق هي العراب ديال الاتفاقات الإبراهيمية. دونك هاد الاتفاقات الإبراهيمية راه ما فيهاش غير المغرب، فيها المغرب، فيها دول أخرى، وفيها دول كاع بعيدة كاع على نطاق الصراع، مثلا شفنا كازاخستان مؤخرا، بمعنى أنه الاتفاقات الإبراهيمية هو مشروع ديال الإدارة الأمريكية ديال ترامب. التزام المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية فأنه ما خرجش على
الاتفاقات الإبراهيمية، طبعًا غادي يكون لعب دور في هذا القرار هذا. ولكن أنا كنقول ديما أنه خصنا نتسناو واحد 10 سنين و20 عام ملي ترفع السرية على الأرشيفات ديال الدول اللي هي ديمقراطية، الجون اهم. ديال فرنسا، ديال الولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا من كذا، الطرف غادي الأمريكي. نعرفوا بلي أنه كاينة أمور أخرى اللي حنا ما عارفينهاش دابا، لأنه في ظرف سنوات قليلة غادي يولي الإجماع تقريبًا في المعسكر الغربي على أنه هذا الملف خصو يتسد، اهم. فهمتيني؟ إذًا دونك كاينة متغيرات أخرى يقدر يكون فيها العامل الاقتصادي، يقدر يكون فيها عوامل سياسية، يقدر يكون فيها ترتيبات كتوجد لهاد المنطقة في المرحلة المقبلة. لأنه أمريكا كان عندها واحد الرؤية، على ما أظن أيزنستات كانت شي حاجة شي مبادرة بحال هكا، وكاين اللي كيرجح أنه بسقوط القذافي إمم. وفرنسا تخلات على شمال إفريقيا أو رجعات اللور وخلات أنها أمريكا هي اللي تدبر شمال إفريقيا إمم. حسب بعض المحللين. ما إمم. عرفتش واش ربما سمعت أنا تكون. مثل هذا الكلام، ولكن لا اهم. أعتقد أن السياق ديال مشروع ديال إنزستات اهم. عنده علاقة بهذا اهم. السياق الحالي. السياق مختلف تمامًا جدًا، لا في السياق لا في اللاعبين اللي كانوا في ديك اهم. المرحلة، لا في مجموعة الأمور. ودايوغ هو قديم، زعما داك الشيء قديم، جات موراه بزاف ديال المتغيرات. لا ما اهم. كنربطوش بهذا الأمر هذا. وسورتو أن في واحد المرحلة من بعد ايزنستات كان أمريكا وركات في بعض الأحيان على المغرب مور داك الشيء. ما نتسناوش ما ننساوش بأن المخطط ديال جيمس بيكر مثلًا جو جيمس بونس في بيكر. إمم. 2004 والّا 2003، هاد اللي مشى نحو لأنه هو أو تبنى الحكم الذاتي، ولكن على أساس أنه من بعد 5 سنين يكون استفتاء. اهم. دونك وهذا الشيء هذا اللي رفضه المغرب. الولايات المتحدة الأمريكية من بعد ذلك غتورّك على المغرب كذلك في توسيع الصلاحيات ديال المينورسو اللي تشمل مثلًا قضايا ديال حقوق الإنسان، بمعنى أن اهم. هذا الشيء هذا اهم. كامل جا من بعد هذا الشيء ديال ايزنستات، بمعنى أنه دونك مفهوم. كاين قطيعة. مفهوم. إذًا بالنسبة ليا ما أنا كاين كترجحوش. قطيعة، أنا ما كنرجحوش، اهم. ولكن ممكن يكون هذا الشيء هذا اهم. عنده علاقة. ولكن أعتقد أن أمريكا ذلك الوقت، السياق الدولي ذلك الوقت، واللاعبين ذلك اهم. الوقت ماشي هو اللي كاين اليوم. مفهوم. ما دلالة اجتماع مستشاري الملك مع الأمناء العامون لتحيين الحكم الذاتي؟ هو شوف، هو كاين واحد المسألة. النظام المغربي استفرد بهذا الملف هذا، خصو يكون واضح. يمكن تكون عنده هو اعتباراته. ولكن بالنسبة ليا كواحد يدافع على أنه الشأن العام والقضايا المصيرية ديال الوطن خصها تكون قضايا ديال جميع المواطنات وجميع المواطنين. كنعتبر بأن هذا من أوجه النقص في المقاربة ديال الملف. راه رغم أنه ممكن نعتبره بلي أنه القرار الأخير ديال مجلس الأمن بحذر، أثناء النقاش ممكن نقولوا علاش بحذر، كنعتبروه انتصار للمقاربة ديال النظام في كيفية التعامل مع هذا الملف. ولكن هذا لا يعفي باللي أنه المواطنين المغاربة مغيبون من هذا الملف ولا يعرفون عنه أشياء كثيرة. وهذا الشيء ممكن ندفعوا الثمن ديالو، ممكن ندفعوا الثمن ديالو على شكل صدمات. أنا مثلًا ملي كنشوف النهار اللي خطب الملك من بعد القرار ديال مجلس الأمن كيفاش خرجوا المغاربة من الشوارع، وكأنه غدا راه الملف راه تسالى، و وراه بوليزاريو ما غتبقاش. اهم. وأنه مع العلم أنه إلا قلتِ للمغاربة اللي ترباو سنوات على واحد النوع ديال الخطاب، اللي هو خطاب بالنسبة ليا خطاب خارج المنطق وخارج العقل، أن هادوك واحد المجموعة د المرتزقة، وأن هادوك اللي كاينين في التندوف هادوك محتجزين. و مع العلم أنهم ماشي محتجزين، إلا بغاو يرجعوا للمغرب راه كاين بزاف ديال الطرق أنهم يرجعوا بحالهم للمغرب، هادوك لاجئين. بمعنى باش نكونوا واضحين، بوليزاريو حركة عندها مشروع سياسي، أنا لا أتفق معها،
أنا ضد التفتيت ديال أي منطقة في العالم، ضد إنشاء أي دويلات اللي صغيرة اللي صعيب عليها أنها تستمر، ولكن عندها مشروع سياسي تدافع عنه. وأحببنا أم كرهنا أنه إلا بغينا نوصلوا لمحطة الحكم الذاتي غتكون شريك معك في المفاوضات، وغدا ولا بعد غدا ممكن هاد القيادة ديال البوليزاريو تصبح هي واحد منهم هو الرئيس ديال البرلمان يقدر يطرف على المحلي. العالم ديالهم فوالا دونك هنا كتبان لك بانه المغاربه راه عدم الاشراك ديال المغاربه يقدر يخلق لهم صدمه ملي غادي نوصلوا لهذه. ورجوعا اذا ملي كتجلس لي انت مع الاحزاب مع السياسيه، الأحزاب. انا لا اعتقد بان الامر مرتبط، ونتمنى نكون خطا. انا لا اعتقد ان الامر مرتبط بالتشاور، فهمتيني، لانه اذا كان لماذا؟ الامر مرتبط بالتشاور راه كنتي غتشاركهم شحال هادي. ماشي انت غادي تجي اليوم تقول له اعطيني في 10 ايام سميتو المقترحات ديالك، حيت باش نعطيك انا المقترحات ديالك خص يكون عندي انا وضعتيني امام الصوره ديال شنو هو في المفاوضات اللي مع دول اخرى، الالتزامات ديال المغرب. اكيد ان المغرب قدم ضمانات غير معلنه، مجموعه ديال الامور. راه الامور ما جاتش بين عشيه وضحاها بهذه السرعه هذه. ولا اعتقد ان حزبا من الاحزاب يمتلك معطيات هذا الموضوع. انا اعطيك مثال دون ان اسمي حزب. الصديق عضو في مكتب سياسي في حزب، منذ يومين اتصل بي كيقول لي راه من بعد اللقاء بغينا دابا هما كيوجدوا المقترح. قال لي واش عندك الورقه ديال 2007 اللي قدمها المغرب؟ تصور حزب ما عندوش الورقه ديال 2007 اللي هي منشوره زعما من ديما كانت منشوره، ما مخبياش، ومنشوره حتى في مواقع رسميه ديال الدوله. هذا ما كاينش انه ما قدرش يوصل ليها. شنو كيعني ان هذا الموضوع لم يناقش اصلا عندهم، حيتاش لو كان هذا الموضوع كيتناقش عندهم من ديما غادي يكون بعدا ما يمكنش تناقش هذا الموضوع بدون وجود هذه الوثيقه هذه. اذا ما يمكنناش حنا ننتظروا. وحتى بعض التصريحات بعض قيادات بما فيها بعض قيادات الاحزاب كتبان بانه خارج كاع سياق المرحله. لذلك انا اعتقد باللي انه الامر مرتبط بانه لانه غتكون تنازلات، وممكن تكون تنازلات مؤلمه، فهمتيني. والتنازلات المؤلمه راه الصدمات هي جزء من السياسه، والصدمات هي جزء من تسويه ملفات. وتكلفه السلام راه ماشي عاوتان سهله. الا بغينا السلام راه ماشي امر سهل. اذا غتكون صدمات وغتكون تكلفه وهذا. فبالتالي ما يمكنش عاوتان التفكير ديال النظام هو هذا. راه ما يمكنش عاوتان انا ندفع الثمن ديال اي تنازلات مقبله. اذا ملي غادي تكون تنازلات معنى ان هذا هو نتاج الصيروره ديال استشاره الدوله مع الاحزاب السياسيه. بالتالي كيصبح ما سيتفاوض عنه المغرب وما سيقترحه المغرب يتملكه الجميع، فهمتيني، ماشي غير انا بوحدي. وهذا الشيء ما دارش مثلا غير في هذه القضايا هذه، دار في قضايا اخرى. مثلا في 2003 ملي كان النقاش حول تعديل مدونات الاحوال الشخصيه السابقه، راه مساله كانت فيها شويه ديال الحساسيات لان داخل فيها البعد الديني، توجه. لانه وكانت ضغوطات دوليه عاوتاني باش ما نفهموش هذه المساله هذه، راه كانت ضغوطات على المغرب ديك الساعه. وبالتالي باش النظام يوازن بين انه خصو يستجب نوع من الضغوطات الخارجيه ولكن في نفس الوقت ما يغامرش بالصفه ديال امير المؤمنين، فتم احداث لجنه ياك. وانا اعتقد انه القصر كان عنده تصور الاصلاحات فين غتمشي وشنو هو السقف اللي ما غتجاوز، ولكن ورط معه، وهنا بالمعنى الايجابي التوريط، ورط معه لجنه وورط معه احزابا. ثم رغم ان الشأن الديني هو من الصفه ديال يعني من المجال المحفوظ لاماره المؤمنين، لا دوز القرار في مجلس في البرلمان وتمت المصادقه عليه في البرلمان. وبالتالي ما يمكنش غدا ولا بعد غدا تجي تحاسب اماره المؤمنين على ما تعتقده انت انه مخالف في اعتقادك انت الشريعه الاسلاميه. لا، هذا قرار توافقت عليه الامه عبر ممثليها في البرلمان. صحيح هناك توجيهات الملك ولكن في نهايه المطاف اذا دائما كاين هذا التوجه في القضايا المصيريه نحو اقتسام تكلفه
ديال أي صدمة أو أي تنازل. أنا قراءتي أن الأمور غادية في هذا الاتجاه هذا. مفهوم. شنو اللي يمكن يتغيّر في فلسفة المشروع ربما بعد التحيين؟ شوف، أنا واحد الحاجة سارتني في اهم. الحوار ديال ممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال اهم. مع قناة خليجية، خليجية. ياك؟ هو أنه فاش طرح عليه هذا السؤال هذا حول الخطوط الحمراء اللي ممكن اللي المغرب ما يقبلش بها، قال عناصر السيادة، وخلى عناصر السيادة في 4 لأن هذا دبلوماسي. الشيء مازال لو كان بدا كيعرض الأمور اللي ما يقدش عليه التنازل بلا ما يقدم رقم، ذكر مثلًا واحد 3 والّا 4 ولكن ما عطاش رقم، غيمكن نقولوا بلي أنه نسى شي حاجة لا عادية جدًا في الحوار، ما يمكنش أنك خصوصًا إلا فعلًا. كان حوار مباشر. مباشر، ولكن هو اللي ذكر رقم 4 قال راه هما 4 في حين أنا ملي كنرجع للمقترح ديال 2007 كنلقى عناصر السيادة ماشي هي 4 أكثر من 4 لأن غير اللي غنتذكر دابا أنا، بمعنى كاين إمارة المؤمنين، كاين الخارجية، كاين الدفاع، كاين الأمن، كاين العالم، كاين النشيد الوطني، وكاين السلطة القضائية. معناها هما دابا جمعت لك 7 اهم. معنى إنه ربما آه، كان عنده دراية بأنه غينقصوا هاد هو ربما غينقصوا. غنوصلوا ل7 في التحيين ديال القرار. لا هو ربما نوصلوا ل4 فوالا ماشي إكزاكتومون اش 7 بغيت نقول لك، 4 ربما نوصلوا ل4 هذاك الشيء و علاش ذكر ربما فوالا. 4. دونك الملك شوف قرار مجلس الأمن كتقول لك حكم ذاتي حقيقي. حقيقي. أول ويلاه مرة ضافت كيستخدم هذا يلاه المصطلح، قبل ضافت كان كيقول أنه كيعتبر بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي إيجابية كذا إلى آخره وجدية. اليوم كيقول أننا خصنا حكم ذاتي حقيقي، حقيقي. بمعنى أنه رسالة للمغرب أنه فوالا داك الشيء اللي طرحتي في 2007 راه ما كافيش، راه خصك تزيد شي شوية، فهمتيني. والملك براسو في الخطاب والخطاب شوف الخطاب كان مباشرة بعد انتهاء بعد الانتهاء. ديال الجلسة ديال مجلس الأمن، بمعنى أن المغرب كان حاسم، عارف اتجاه ديال القرار فين غيمشي، حيت إلا كان كيتسناو القرار عاد يديروا الخطاب دونك غيخرج القرار وخصك تكتب الخطاب وخصك كذا، لا كان الخطاب مكتوبا وكان الخطاب معدا، كان فقط يتم الانتظار ديال القرار. شنو قال الملك؟ قال أنه في المرحلة المقبلة غادي سنعمل، ما قالش على تدقيق والتفصيل في المقترح المغربي، قال تحيينه وتفصيله. التحيين والتفصيل راه جوج الأمور مختلفة. التحيين كتعني أنك غتدخل عليه تعديلات، والتفصيل أنك غتفصل. علاش التفصيل؟ حيت في الجولات ديال الحوار ديال مانهاست فاش كان البوليزاريو كانوا كيرفضوا مناقشة المقترح المغربي للحكم الذاتي، كيقول لك عطيونا التفاصيل، ما يمكنش نناقشوا تعطيونا التفاصيل. الطرف المغربي شنو كان كيقول؟ كان كيقول خصكم تقبلوا بالحكم الذاتي كأساس ديال الحل، إلا قبلتوا نعطيوكم التفاصيل. اليوم رغم أن بوليزاريو ما عطاتش اعتراف صريح بأنه كتقبل بأن ال ال الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد للحل، المغرب عن طريق رئيس الدولة كيقول سنفصل. معنى واخا بوليزاريو ما اعترفش هذه المسألة هذه سنفصل. إذا هذا يعني بأن هذا الالتزام ديال المغرب أمام من لعبوا أدوارا في خروج هذا القرار واللي هما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أساسا، فهمتيني، بأنه سيعمل على تحيين هذا المقترح وسيعمل على التفصيل فيه. ثم كيجي دي ميستورا كيقول لك نحن في انتظار المقترح المغربي، معنا حنا كننتظروه. إذا هنا كاين واحد العملية ديال التسريع، معنى أنه ولينا غاديين في المنطق ديال السرعة، بمعنى خرجنا من المنطق ديال المناورة ديال أنت كتقول لي هذه أنا كنقول لك الحكم الذاتي أنت كتقول لي هذه، لا اليوم مشينا لمنطق آخر، بمعنى أنه خص المغرب أن يحيّن مقترحه وأن يفصل فيه وأن يقدمه في أقرب فرصة إلى ديمستورا إلى مؤسسات الأمم المتحدة. وهذا هو اللي فاش حتى مع الأحزاب السياسية عطاهم غير 10 أيام، بمعنى أنه ممكن نقدر نقول لك أنه في ظرف شهر ممكن أن المغرب يقدم دونك أنا أعتقد باللي أنه ستكون هناك تغييرات بالمقارنة مع نسخة 2007.
ربما نوصلوا لهذيك الربعة. ممكن. ولكن المغرب واش مستعد مؤسساتيا لاستيعاب هذا الحكم الذاتي؟ وهذا هو اللي قلت لك أنا كيف ما قبيلة. كان نوعه واش حنا مستعدين ولا لا؟ وهذا هو اللي قلت لك قبيلة. اهم. أنا حذر. علاش حذر؟ حيت إلا بغينا ننجحوا بالفعل الانتقال نحو حكم ذاتي حقيقي بمقوماته، يجب أن يحدث هناك انتقال في المغرب نحو الديمقراطية. يعني خصنا نقاش وطني خصنا نقاش وطني حول ماذا زعما حول حول في شموليته في ونشوفوا كيفاش. شموليتو. دونك خص يكون عندك انت كتقطع، يعني خصك تمشي اون باراليل. انت غادي في التنزيل ديال الحكم الذاتي، وفي نفس الوقت غادي في التنزيل في التقدم في المسار الديمقراطي ديال البلاد. نعم. حيت الحكم الذاتي راه بيدو خصو مراحل انتقاليه، راه واخا يتوافقوا بيناتهم راه خصو مراحل الانتقاليه وفي هذه المراحل الانتقاليه اللي الدوله المغربيه هي اللي خصها تلعب ادوار كثار من بوليزاريو، لانه في نهايه المطاف بوليزاريو هي حركه سياسيه مسلحه، بمعنى هي ماشي دوله. فهمتيني؟ هي ماشي دوله، راه ماشي دوله. راه الشي واخا يدخلوا ودار انتخابات ويشدوا نحسبوا تكون الاصوات كبيره في الاقليم تكون للصالح ديالهم، راه باش يدوزوا لمنطق تدبير الشان المحلي راه خص لاكومبانيومون ديال الدوله المغربيه. حيت الدوله المغربيه هي في نهايه المطاف هي دوله كتعرف شنو هي الاداره، كتعرف شنو هو تسيير الشان. الانتقال اخر نحو الديمقراطيه، ما نقولوش بين عشيه وضحى، ولكن على الاقل اننا خصنا نتقدموا. حيت مثلا عندك واحد المجموعه ديال الجهات التاريخيه في المغرب. الريف هو جهه تاريخيه، سوس الكبير هو جهه تاريخية. الوسط ديال المغرب حتى هو عنده واحد المجموعه ديال الخصوصيات المشتركه بين السكان ديالو. جينا نشوفوا مثلا اللي هو المجال التاريخي ديال تمسنا، ماشي تمسنا اللي حاليا اللي كاينه في الغرب دابا، راه تمسنا ديك الساعه تمسنا مع دكاله مع هادشي هذا كله مجال واحد، هو مجال متشابه. غتطرح لك الناس غادي يقول لك زعما شنو اللي زايد عند هاد الصحراويين هادو باش تعطاهم انهم يباشروا التسيير ديال الشأن العام ديالهم، وحنايا نبقاو تابعين السلطه ديال المركز. حيت الجهويه اللي كاينه حاليا في المغرب هي جهويه تقنيه، جهويه اداريه، ماشي جهويه متقدمه حقيقيه. اذا خصك تفكر في موديل اخر اللي احنا ما غنقولوش انه يكون عندك نوصلوا حتى لمرحله الحكم الذاتي في مناطق اخرى، ولكن على الاقل تكون عندك مثلا النموذج ديال اسبانيا كيسموها دوله الجهات والاقاليم، بمعنى انه كاين عندك جهات اللي متمتعه بالحكم الذاتي، وعندك جهات اخرى مثلا الحكم الذاتي عندك في غاليسيا وفي كاتالونيا وفي الباسك، وعندك اقاليم اخرى بحال اندلس بحال كذا اللي عنده واحد النوع ديال الجهويه متقدمه جدا، واحد النوع الاوتونومي اللي هو متقدم جدا. هذا اش كيعني ان فلسفه تدبير المجال في المغرب كامل فيما يخص الجهويه خاصها تبدل، وباش تبدل خاص الدولة المركزية تخفف شي شوية. الدولة المركزية باش تخفف شي شوية خاصها تولي ديمقراطية، حيت إلا ما ولاتش ديمقراطية وخفافت راه هذا الأمر يفتح أبواب الفوضى. فهمتيني؟ دونك إذا باش تخفف خاصك تمشي نحو الديمقراطية. دونك لذلك أنا أقول حذر. الطرف الآخر بيدو باش نكونوا عاوتاني شوية موضوعيين، الطرف الاخر بيدو طرف غير ديمقراطي. زعما ملي كنشوفوا حنا الطريقه كيفاش كيتم التعامل مع المخالفين في الراي في المخيمات ديال تندوف، انت امام كيان غير ديمقراطي، وامام كيان كذلك فيه الفساد. فهمتيني؟ بمعنى من ناحيه انتفاء الديمقراطيه ومن ناحيه وجود بنيه الفساد كما هي موجوده في المغرب كما هي موجوده عند الطرف الاخر. اذا الا بجوج بهم غيتفقوا على الحكم الذاتي في بقاء بنيه الفساد وبنيه السلطويه، سواء في المغرب ككل او في منطقه الحكم الذاتي، راه ما درنا حتى شي انتقال حقيقي. تفهمنا؟ لذلك انا اقول انا حذر، لانه بالنسبه لي اذا لم يترافق هذا الانتقال مع
انقلاب بالمعنى الإيجابي في فلسفة الدولة نحو جوج الأمور، نحو الديمقراطية ونحو دولة الجهات التاريخية، حتى يكون بالفعل المواطنين كلهم سواسية، سواء كانوا في الصحراء أو في الشاوية أو في شرق المغرب. كيفاش كتشوفوا معركة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي مع البوليساريو؟ أنا بالنسبة لي المغرب حقق جوج ديال الاختراقات كبيرة في المجال الإفريقي في علاقة بقضية الصحراء. أول حاجة تزاد عدد الدول اللي لغات الاعتراف ديالها بالجمهورية العربية الصحراوية، تزاد عدد الدول اللي مساندة المغرب في في الحكم الذاتي، استطاع أنه يدير اختراقات داخل شرق إفريقيا اللي كانت زعما محسومة من المحور ديال جنوب إفريقيا وديال الجزائر. وهنا نفهموا واحد المسألة باش نرجعوا قبيله للخطاب ديال بوريطة اللي قلت لك أنا ما عجبنيش. أنا نعطي غير مسألة، مؤسسة وحدة اللي هي لو سي بي اللي هي المكتب الشريف للفوسفات، لعبت أدوار كبيرة في تغيير قناعات بعض الدول سواء في شرق إفريقيا وسواء في أمريكا اللاتينية. ماشي زعما حيت العالم قائم على المصالح، بمعنى أنا كنعتبر بلي أن لو سي بي صحيح أنها زعما شركة اقتصادية قوية، ولكن كذلك تلعب أدوارا دبلوماسية. فإذا من هذه الناحية هذه المغرب حقق اختراقات كبيرة في أوروبا في إفريقيا. المسألة الثانية هو استطاع يخرج الملف ديال الصحراء من الاتحاد الإفريقي، إنه كاين قرار ديال قمة نواكشوط ديال الاتحاد الإفريقي اللي كيقول باللي أنه هذا الموضوع ما غيتناقشوش الهياكل ديال الاتحاد الإفريقي، وغادي يبقى حصرا داخل الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن. علاش هذا انتصار المغرب؟ لأنه فينالمون الرؤية اللي كانت عند الاتحاد الإفريقي في واحد المرحلة أن هذا الموضوع أنها تساند جبهة البوليساريو، تساند كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره ومن أجل إقامة دولته وكذا إلى آخره، والجمهورية الصحراوية هي عضو مؤسس. دونك إذا المغرب الان هذا الموضوع ما بقيش يناقشوا الاتحاد الافريقي، غتبقى يتناقش مجلس الامن. علاش؟ لان العوده ديال المغرب للاتحاد الافريقي كانت متزامنه داخل مجلس الامن مع بدايه صدور القرارات الامميه التي تشيد ب مقترح المغربي للحكم الذاتي، وفي نفس الوقت لا تتحدث عن الاستفتاء، ما كتحدثش على الاستفتاء، بمعنى انه المغرب متقدم داخل مجلس الامن. اذا بالنسبه ليه ما عند الاتحاد الافريقي ما يدير بهذا القرار. كتبقى بعض الاسئله اللي كتطرح بالنسبه لي سابقه لاوانها. شنو هو المصير اللي غادي يكون ديال الجمهوريه؟ دابا انا ما كنستعمل الجمهوريه العربيه الصحراويه، ما كنقول ما يسمى مقطع، ما يشدش بنادم يقول انا كنعترف بها. لا، حنا كنتكلموا لان من الناحيه القانونيه راه في الاتحاد الافريقي راه مكتوب الجمهوريه العربيه الصحراويه، كنتكلموا من الناحيه القانونيه. دونك هذا امر سابق لاوانه. حنا النهار اللي غادي يتوافقوا مع الطرف الاخر حول الحكم الذاتي، شوف ديك الحكم الذاتي شنو غادي يعطي، لان الحكم الذاتي عاوتاني فيه مجموعه ديال الاشكال. دونك نتيجه ديك الاتفاق هذاك سيتقرر مصير هذه الجمهوريه داخل الاتحاد الافريقي. شنو الضمانات اللي ممكن انهم يكونوا في الحكم الذاتي؟ ضمانات حقوقيه ربما. لا، هو شوف، هو كاين الضمانات الحقوقيه من الطرف الاخر، الطرف الاخر. لا، هو ما كاينش حيت كيما الطرف الاخر خصو ضمانات، المغرب كذلك خصو ضمانات. انا نعطيك مثلا هي باش نفهموا واحد المساله. البوليساريو عندها علاقات. حنا اللي عندنا مشروع القرارات الحكم الذاتي، يعني حنا خصنا نعطيو بعض الضمانات ربما للمجتمع الدولي او ما الى ذلك، باننا قادرين على استيعاب هذوك
الصحراويين اللي تكلم عليهم الملك في خطاب. تتكلمي على الناس اللي غادي يرجعوا. اه لا، هو كاين مجموعه د المشاكل، مادام مجموعه من المشاكل دونك عندك كتكلم على مسلحين، كتهضر على فوالا. هنا كنقول لك هادشي المفاوضات هي اللي غادي هي اللي غتبين لك الامور فين غتمشي. انا نقدر نقول لك الشيء دابا مثلا قبيله انا وياك كنا كنقولوا راه تقدر تبقى اربعه وتقدر تولي سته. تقدر اثناء النقاش بوليزاريو بيدو يشوف باللي انه واحد عنصر من عناصر السياده اللي خادمينه. تنازع عليها المغرب هو ما قادش عليها، اه او لا انه تحدد له واحد المده انتقاليه. لا، هذه غتبقى عند المغرب من واحد المده، حيت حنا ما قادينش عليها. راه بزاف د المشاكل كاينين لا عند الطرف المغربي لا عند الطرف ديال البوليزاريو. صحيح انه حاليا ماشي هاد الارقام ماشي رسميه، لان المغرب شحال هذه هو كيطالب بالاحصاء ديال الساكنه ديال المخيمات، ولحد الان ما كاينش شي احصاء، ولكن ما يروج ليستيماسيون كاين حول واحد 25 ألف اللي كاينين في المخيمات. دونك 25 ألف راه رقم ماشي سهل. راه لحد الآن حتى العائدين من المخيمات اللي كان طيلة سنوات كان بعض الأحيان كيكون 400، بعض النوبات كتوصل 600، بعض النوبات كتوصل 20 كل سنة وكيفاش. ومازال كاين مشكل الإسكان ديالهم راه باقي مطروح حاليا، وبعض النقط كيتير احتجاجات. وكان حتى هو من بين العناصر اللي كانت في الاحتجاجات ديال اللي ادت الى انشاء مخيم قديم ايزيك، بمعنى انه المغرب راه 25 الف باش يرجعوا وتحل لهم مشكل السكن، راه مساله ماشي سهله. واعتقد انه الامر يفكر فيه، ولكن هو تحدي. التحدي الاخر ديال المسلحين، كي غيتم الادماج ديالهم. واش غادي يتم ادماج ديالهم في القوات المسلحه الملكيه؟ هذا راه صعيب بزاف. صعيب ان ماشي مستحيل، ولكن صعيب لان عقيده مع عقيده مختلفه. واش غادي يتم ادماجهم في العمل المدني ولا يصبحوا هما الشرطه الأمن؟ المحليه؟ حيت دابا في المقترح ديال 2007 غنلقاو فيه جوج الحاجات. كيكون الامن من عناصر السياده، ولكن في نفس الوقت كيتكلم على شرطه محليه. وهذا نماذج كاين في دول اخرى، بمعنى انه امريكان براسها كاين الشرطه المحليه وكاين الشرطه الفيدراليه اللي ديال الدوله ككل. على مثلا ملي كطرح له ترامب كي كيتخاصم مع شي حاكم ديال شي ولايه كيقول لهم غادي نصيفط لكم الشرطه الفيدراليه هي اللي تقوم على استتباب الامن. اذا ممكن الادماج ديالهم في الشرطه المحليه. كاين مشكل اخر ديال الاستثمارات. هنا خصنا نوضحوا واحد المساله، خلافا لما يقوله الطرف الاخر، وحتى بعض المغاربه كيقولوه، بما فيهم المغاربه زعما المدافعين على الدوله المغربيه، أن المغرب يستغل تلك الثروات. صحيح، لأنه هو الآن هو بسط السيادة ديالو، بمعنى أنه هو اللي كيتحكم في الفوسفات ديال بكراع، هو اللي كيتحكم في الثروات البحرية، هو اللي كيتحكم في المشاريع السياحية والفلاحية وأشياء أخرى. ولكن ما ينفقه المغرب حاليا على الصحراء هو أكثر بكثير مما يجنيه. نقدر نقول لك أن ما يربحه المغرب لا في فوس بكراع ولا في مشاريع أخرى، راه وخا يبقى في الصحراء، راه المغرب كيزيد حاليا دابا كيزيد عليه أضعافا مضاعفة. راه خصنا نشوفوا مثلا الشكل الضريبي اللي كاين، الاجراءات الضريبيه اللي كاينه في الصحراء ماشي هي اللي كاين في مناطق المغرب، بمعنى ان المغرب لا يستفيد ضريبيا مقابل ما ينفقه في الخدمات الصحيه والتعليميه وهذا وفي انشاء الطرق وكذا الى اخره. دونك ولكن كاينه مشاريع تما، وهاد المشاريع شكون الساكنه المحليه اللي مستافده من هاد المشاريع؟ هنا خصنا نتكلموا بوضوح، هما اصحاب الريع من سكان المنطقه انفسهم. العائلات طبعا، لانه في واحد الوقت في اطار السياسه انا ضدها، السياسه ديال شراء الولاءات، فهمتيني؟ شراء الولاءات انتجت بنيه ديال الريع. كاين بنيه ديال الريع متقدمه
بمعنى أن كاين أثرياء من الصحراء واللي عندهم مواقع متقدمة داخل القبائل ديالهم، الآن عندهم مشاريع ضخمة جدا في الصحراء. وسياسة الريع الصغير، الريع الصغير هو بحال مثلا مجموعة من العائدين عطاوهم ديك الكارطيات، معناه هو جالس وديك والمسائل الاساسيه ديالو في المعيش اليومي ديالو كاين الكارطيات كذا، اضافه لواحد المجموعه د الناس اللي تم ادماجهم في الوظيفه العموميه وهما ما كيخدموش الى اخره. دونك هذه واحد البنيه موجوده. كيفاش غادي تفككها وكيفاش وغتكون مقاومات لان الطرف الاخر اللي غادي يرجع حتى هما عندهم طموحات استثماريه وعندهم طموحات هذه. ثم واحد المساله اللي في صالح المغرب واللي مشكل عن باش نقولوا عاوتاني مشاكل الطرف هذو، مشاكل المغرب، مشاكل الطرف الاخر. بوليزاريو تقدم نفسها على اساس انها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، وكاينين اللي في الداخل كيقولوا حنايا بقينا هنا، فوالا بقينا كنهضروا من الداخل. عرفتي شحال ديال الشرعيات كاينين دابا غتكونوا دابا حيت دابا ملي كلشي كيتخبى وراء شي حتى اللي كانوا مامنين بالطرح ديال البوليزاريو، حتى اللي مامنين بالطرح البوليزاريو ما كتعنيش انهم متفقين مع القياده او لا ما كتعنيش بانهم ما عندهمش طموحات. دونك اليوم لان بوليزاريو في الواجهه حنا غادي نتبناو الخطاب ديال بوليزاريو، ولكن ملي كنجيو ما ممكن ان نسميه لمرحله الغنيمه. دابا راه غادي نديروا الحكم في حاله زعما وصلنا لمرحله الحكم الذاتي، راه كاين الغنيمه، كاين البرلمان، كاين شكون اللي غادي يكون الحكومه، شكون الرخص اللي غتعطى الى اخره. هنا غادي يبان الصراع ديال الشرعيات. انت كتقول انا عندي الشرعيه ديال قياده البوليزاريو واخا، ولكن واحد غادي يقول لك فوالا انتم كنتوا بامان، انتم كنتوا جالسين في تندوف وفي العواصم ديال مدريد وكذا وكتطلعوا بحالكم الجزائر مدبرين على راسكم كذا، ولكن حنا اللي بقينا في مواجهه اونتر بارونتيز ما يسمونه الاحتلال. ياك حنا اللي بقينا هنا في الارض، حنا اللي حافظنا على الفكره في المجال الصحراوي، حنا اللي حافظنا عليها. دونك عندك شرعيه ديال الناس معتقلين، فهمتيني كيفاش راه غادي يخرجوا من الحبس، فهمتيني، وغادي يخرجوا بصفه الابطال، فهمتيني. وهذه التجارب كاينه في العالم كلهم، بمعنى عندهم الشرعيه ديال شرعيه نضاليه. عندك القبيله بيدها الشرعيه ديال القبيله. وفي مقترح ديال المغرب راه في 2007 كان كيقول بلي انه خص تمثيليات القبائل حتى في المؤسسات المنتخبه، وبلا ما يقترحها المغرب. شتي الا وصلوا للحكم الذاتي راه الا داروا نظام المجلسين راه غادي يديروا تمثيليات القبائل في وسط المجال. عندك صحراويون من اجل السلام اللي كيقول لك حنا هما صحاب هذا الشيء هذا، حيت حنا اللي كنا ما مع المغرب مع البوليزار ظاهريا زعما، وحنا اللي كنا كنقولوا الحل الثالث، وهذا هو الحل الثالث اللي حنا الوحيدين اللي كانت عندنا الجرأة اننا نتكلموا عليه. اذا فما نتصوروش باللي انه هادو كلهم زعما موحدين. يعني كاينه معركه ما بعد الحكم الذاتي. لا انا كنقول لك كاين تحديات غتكون عند بوليزاريو وكاين تحديات اللي غتكون عند المغرب. مفهوم. كلامنا عن التحديات، فعلا كان سؤال على التحديات ديال تطبيق الحكم الذاتي على ارض الواقع من بعد. على ما اظن راك ذكرتيهم. والبنيه الاداريه. لا كاين تحدي اخر، اللي خص تفكر فيه، هو ان المجال الصحراوي وليس مجالا اداريا، فهمتيني كيفاش، هو مجال سوسيولوجي بالدرجه الاولى. حيت الا مشينا شفنا مثلا، الا شفنا غنلقاو عمرك شتي انت زعما الا كان عندك حدود تاريخيه، بالمعنى التاريخي ماشي بمعنى السياسي، المعنى التاريخي. واش كاينه شي دوله ممكن يكون عندها الحدود ديالها بخط مستقيم هكا؟ راه ما كايناش، فهمتيني، راه ما كايناش، بمعنى ان ديك الخط المستقيم هو من مخلفات الاستعمار. ولكن الانسان الصحراوي كنشوفوا غير عندنا شمال افريقيا والمشرق، لكن بعض المناطق اللي عاشت الاستعمار داروها التقطيعات بحال هذا الشكل هذا، ولكن ما غتلقاهاش في اوروبا مقطعه هكا، حيت المجال الحدود كتحدد جغرافيا، الجغرافيا ما غادياش هكا، بمعنى الا كان الحدود ديالك كتسالى حد الواد راه ما كاينش الواد غادي بشكل مستقيم، او لا ما كاينش الجبال غاديه بشكل مستقيم الى اخره، ما علينا. ولكن
الإنسان الصحراوي هو داك المجال بالنسبة ليه هو كيتنقل فيه. ألور اللي عندك دابا عندك هي منطقة الساقية الحمراء، إقليم الساقية الحمراء وإقليم هو والدهب، الذهب. هو المعني بالحكم الذاتي. ولكن المجال الجغرافي ديال قلميم ودنون غير محكوم بالحكم الذاتي، هذاك ما داخلش زعما. ولكن هاد الناس هادو لا الناس لا القبائل ولا الانسان الصحراوي اللي عايش في منطقه الساقية الحمراء والذهب راه عندهم امتدادات اخرى حتى داخل القبيله، داخل قلميم وودنان، وكاين علاقات مصارى، وكاين علاقه ديال تدبير ديك المجال جغرافيا. وبوليزاريو براسها واخا كانت كطالب بتحرير الساقية الحمراء والذهب، راه كانوا فيها قيادات ديال هاد اللي جايه من من اقليم ديال قلميم ودنون اللي هو غير معني بهذا الموضوع هذا. مثلا غادي نلقاو مثلا حنا في المغرب ملي كنتكلموا على بوليزاريو الداخل، هاد التسميه هذه كيتكلموا على سالم التامك. سالم التامك كاين في السازاك ما عنده علاقه بالمنطقه الساقيه الحمراء والذهب. ولكن راه كاين علاقات تاريخيه، كاين علاقات سوسيو ثقافيه، كاين هذاك راه الفكره ديال مثلا الوقت ملي بوليزاريو براسا ملي كترجع للشرعيه التاريخيه ديالها كتكلم على الحدث ديال المكار، يعني الموسم اللي كان في طنطان. طنطان حتى هي داخله في قلميم ودنون، منطقه غير معنيه باش كيقولها بالحكم الذاتي، بمعنى ان جزء من الصحراويين الذين كان عندهم نفس التصور ديال بوليزاريو واللي كينتميو لهذا المجال هذا سيحسون بانهم في نهايه المطاف انهم بحال اللي خووا بهم. ملي جينا الحسم اعتبرتونا بان انتم ما معناش. فهاد دونك كاين بزاف ديال الامور اللي غادي تبان من بعد. في نهايه المطاف انا ما كنقولش بلي انها صعبه جدا، انا كنقول فقط بلي انه باقي ما قطعناش الواد ونشفوا رجلينا. مازال بزاف ديال الامور وبزاف التطورات اللي غادي اللي تقدر تبان من بعد. ولكن انا مؤمن بحاجه وحده ونقدر نبان لك فيها رومانسي، كنقول اذا كانت هناك اراده حقيقيه لدى كل الاطراف اننا ننتقل نحو سلام حقيقي ومستدام من اجل الشعب، كل شيء عنده الحل، ما كاينش شي حاجه اللي ما عندهاش الحل. مفهوم. واش كتشوف أنه ربما يكون هاد الأثر ديال الحكم الذاتي على بعض الدول الأخرى في إفريقيا مثلًا، كيبغيو يصدروا هاد النموذج أو يستوردوا هاد النموذج؟ عندنا مثلًا القبايلة حدانا، مثلًا لا القبايل اللي يقدر هو غدا يقول لك بغينا حتى حنا نفس النموذج الحكم الذاتي. لا هو شوف هو الى نجح، اهم. الى نجح راه باش ينجح زعما حقيقة، أنا اهم. هذا رأيي. باش ينجح راه ما خصوش يكون حل لنزاع الصحراء، خص يكون كذلك نتكلم بعدا من المغرب أولًا، خص يكون حل للانتقال في شكل الدولة المغربية، بمعنى أن الدولة المغربية إمم. خصها تخرج من هذا المركز. راه شي واخا كنتكلموا على اللامركزية ولا إمم. تمركز، واخا كنتكلموا على الجهوية و12 د الجهات وكذا، راه باقا الدولة المغربية هي دولة مركزية. راه ما قدرناش نديروا الجهوية حتى في بعض القطاعات، التعليم وما قدرناش نديروا فيه جهوية حقيقية، رغم أنه شحال ديال المناظرات دارت وشحال ديال الأمور دارت. مازال السلطة المركزية في المغرب تخاف من أنها تحيد واحد المجموعة ديال الصلاحيات وتعطيها لما أسميه أنا الجهات التاريخية، إلى وصلنا لمرحلة بناء الجهات التاريخية. إذا باش ينجح الحكم الذاتي وما يصبحش مهدد، خص المغرب براسو خصو ينتقل الى نوع من التدبير نسميوها الفيدرالي ولا دولة الجهات التاريخية ولا هذه. طبعا ماشي بسرعة، حيت انا نعطيك مثلا، ها هي المنطقة عندك بعض الجهات باقا متخلفة. راه شي دابا جيتي دير جهوية متقدمة حقيقية
راه مشكل في الجهه الميزانيات ما الجهات فيها والو، تمام. ما فيها والو، بمعنى ان خصك واحد المرحله الانتقاليه اللي خصنا نسميوها مرحله تضامن بين الجهات، وهادشي دارتو تا اسبانيا، بمعنى انك تولي استثمارات كتحيدها من جهه كتعطيها من جهه اخرى، ميزانيات كتحيدها من جهه وكتدفعها من جهات اخرى، باش كتحاول ان تحدث البنيه التحتيه ديالها، دير فيها استثمارات حتى تاهلها انها تكون قادره على تدبير الشأن الجهوي ديالها. دونك هادشي هذا غادي يتطلب وقت، ولكن غير على الأقل تحس باللي أننا حنا كاين دولة جديدة في طور النشوء وفي طور هذا. فدونك إلا نجح المغرب في هذا في هذا، المشروع. طبعا غادي يكون نموذج يمكن ما نقولش الاستنساخ ديالو، لان كل دوله عندها تجارب ديالها، ولكن بالفعل دول افريقيا خصوصا دول الساحل والصحراء اللي قريبه فينا عندها مشاكل من هذا نوع. النوع هذا. الجزائر انا اعتقد، شوف، ماشي غير الجزائر، انا تكلمت على لا عدة غير دول. لانه الجزائر قريبه لنا. غير الجزائر الأطراف. عندها مشكل بالنسبه لي. انا قبل ما نوصلوا للحكم الذاتي في القبائل والى اخره، الجزائر عندها مشكل في من يحكمها. وما غنقولش حنا ما عندناش مشكل، ولكن غنقول لك واحد المشكل عند من الجزائر قبل انت حنا كتكلم على واحد المشكل حنا ما عندناش بصراحه. هذا المشكل هو ان يجب ان يحدث فيها هذه العباره، المهم ما عرفتش صحيحه، تغيير ديموغرافي في بنيه الحكم عندها. علاش؟ لان اللي شادين الحكم في الجزائر حاليا بما فيهم حتى الدوله العميقه في الجزائر كلهم موروثين على الفتره ديال بومدين. ما قادرينش يتخلصوا من ديك الفتره، ما قادرينش يتخلصوا من حتى من الاحقاد معينه. احنا ما نقولوش بان في المغرب ما كانتش احقاد، كانت، لكن على ولكن الأقل في حنا المغرب ربما كنعرفوا مع من كنتكلموا. لا دابا كنتكلم كانت بنيه الحكم، ولكن بنيه الحكم الحاليه في المغرب لا تنتمي الى المرحله ديال حرب الرمال. فهمتيني كيفاش؟ الملك ما كان صغير في حرب الرمال. المستشارين ديال الملك حاليا اللي يمكن نعتبروهم اقوياء مثلا، نختلفوا معاهم نتفقوا معاهم، هذا موضوع اخر. الهمه ولا الفاسي الفهري ولا ما عندهم علاقه بحرب الرمال، ما عاشوها، كانوا باقيين صغار، ما مأثرين ما عندهمش علاقه مباشره. حتى شتي حتى البنيه ديال الحكومات المتعاقبه في المغرب في هاد 10 سنين الاخريه ولا 15 سنه الاخرانيه، راه ما عندهم حتى علاقه بديك ترى الفترة. الملك في واحد الخطاب لانه انا وانت غير مسؤولين على فوالا. هذا. ولكن بنيه الحكم في الجزائر راه باقا كلها الناس اللي عاشوا في ديك المرحله. شتي الى وقع بين قوسين تحول ديموغرافي في بنيه النظام الجزائري كاشخاص كنتكلم، ويجي جيل اخر، اعتقد بلي انه بزاف الامور غادي تسهل، لان النقاش ديك الساعه غادي يكون نقاش ديال المصلحه، تحاول وفي النقاش ديال المصلحه والتنمية. غادي نلقاو الالتقاءات اللي هي كثيره. فعلا. بكلامك على المصالحة، واخا كنا ما مبرمجينش السؤال، ولكن كاين واحد المدة اللي تعطات ديال 60 يوم باش انه المغرب والجزائر يتكلموا فيما بيناتهم ويلقاو واحد صيغة توافقية ربما ويتصالحوا. انا هنا غادي نرجع لك عاوتاني الجواب الاخير. انا غير زعما ما كنقولش انا المغاربه الحكم المغربي فاضل والحكم الجزائري غير فاضل، لا، انا كنقول العقبه، حيت بالنسبه لي تكون فاضل ولا ماشي فاضل هذا موضوع اخر، ولكن غير في المصلحه. هاد العقبه ديال وجود نظام عسكري اللي الاقطاب ديالو كلها ديال المرحله السابقه بالنسبه لي عائق، اللي غادي يصعب المهمه، ولكن هو ليس مستحيلا. ليس مستحيلا، واعتقد بلي انه الجوله اللي كان دارها مسعد بولس في المنطقه، وعطاو تصريحات كما ويتكوف من بعد عطا تصريحات وما عقبتش عليها الجزائر، في حين انه مثلا هذا كيبين باللي انه كاين شي حاجه تطبخ. لاحظ باللي انه لانه الجزائر الولايات المتحده الامريكيه ماشي هي فرنسا وماشي هي اسبانيا. لاحظ انه مثلا فاش غيرت اسبانيا الموقف ديالها، كيفاش كان الرد ديال الرئاسه الجزائريه سور بلاص،
وي. قطع العلاقات شغال. والروينه وكذا، وبعض اتفاق ماشي قطع العلاقات ولكن واحد مجموعه اتفاقيات جمدتها الى اخره، استدعاء السفير وكذا. السفير. نفس الامر دارتها مع فرنسا، ولكن مع الولايات المتحده الامريكيه ما دارتهاش. مع العلم ان الولايات المتحده موقفها كان اكثر ماشي دعم الحكم الذاتي واعتباره هو الحل الوحيد، لا، مغربيه الصحراء، فهمتيني. دونك وما الولايات والجزائر ما دارت حتى هذا. ثم معطى اخر بالنسبه للحليف ديال الجزائر في لعبه الاقطاب الدوليه، مع ان الجزائر كيحسبوها اكثر على روسيا. ولكن الا جينا استثنينا مساله التسلح ديال ان الجزائر كتشري سلاح من عند روسيا، اذا استثنينا هذا الامر هذا، الجزائر اغلب التجاره ديالها هي مع اوروبا، بمعنى مع الشق مع المعسكر اللي محسوب على الولايات المتحده الامريكيه. راه كتعطي الغاز لاوروبا، يعني اغلب الغاز ديالك كتعطيه لاوروبا. دونك راه يقدر يكون عليك ضغط في هذا الاتجاه. ثم ما وقع مؤخرا في الشرق الاوسط راه خص الجزائر تاخذ منه عبره، انه الان روسيا لا ينظر اليها كحليف يمكن الاعتماد عليه، فهمتيني. بمعنى انه لاحظ انه في قضيه الاسد، في القضيه ديال انهيار النظام السوري، مهم. بمعنى انه دخلت روسيا في مفاوضات مع الحكم الجديد لكي تحافظ على قواعدها العسكرية اللي كاينه. نهاية هي لعبة مصالح فوالا ملي حافظت على القواعد العسكرية انتهى الموضوع. بمعنى احنا بالنسبة لنا حتى في قضية المغرب والجزائر و- عطاو إشارات، روسيا فوالا عطات إشارات عبر لا تي وزير بغيت نقول لك فوالا. خارجيتها. دونك روسيا ما تسناش منا ان تدافع الحدود، ولم تساعد إيران في الحرب ديالها مع إسرائيل. وكان ممكن تعطي لها مثلا منصات الصواريخ. ديال الصواريخ وكذا، وهذه اللي عند روسيا متطورة، فهمتيني كيفاش. حتى إيران عندها صواريخ لا باليستية، لا خيبر لا، ولكن شكان، المضادات ديال فتاح. الصواريخ عندها صواريخ كان صيفطة، ولكن المضادات ديال الصواريخ ديك النظام ديال اس 3000 اس اللي عند 400 اس 400 ولا اس اس 300، انا 400 ما عرفتش، انا ما ضبطتش هادشي ديال اس الاسلحه، ولكن 400 ما عطاتوش ايران. وكان هذاك هو وجه التفوق ديال لاد اسرائيل ولاد الولايات المتحده الامريكيه في تنفيذ عمليات داخل العمق الايراني. والايرانيون عبروا عن انزعاجهم من روسيا، مع العلم ان الايرانيين في الحرب ديال روسيا مع اوكرانيا راه كانوا عطاو درونز. المسيرات فوالا الدرون ديال الشاهد عطاوها سميتو، واللي لعبت في واحد المرحله دور مهم لصالح روسيا. دونك اذا هاد المتغيرات انا اعتقد باللي انه الحكم الجزائري بدأ باستيعابها. ولذلك غتلاحظ واحد المساله انه في حتى في مجلس الامن، حتى في مجلس، رغم ذاك الخطاب اللي كان في جلسه مجلس الامن، كان الجزائر ممكنه ان سميتو ان تصوت بالرفض. وملي غتصوت بالرفض غادي يكون قرار، واخا صوتت عليه غتكون قرار صوتت عليه الاغلبيه مع وجود رفض. الان غيتسجل هذا القرار بانه قرار لم يعترض عليه اي احد، هذا قرار تسجل. معنى حتى من الناحيه الرمزيه الجزائر ما مشاتش في اتجاه ديال التعبير عن الرفض ديالها. ثم بعد ذلك الجزائر بدات كتغير الخطاب ديالها. راه وزير الخارجيه الجزائري راه قال بان هذا قرار مهم، فهمنا. الا شفتي اللقاء ديالو صراحه لا زعما كان في المجمل ديالو ما خرجش بصراحه منه فوالا بشي خلاصه. وهذا تطور. هما كانوا راه غير القرارات السابقه اللي كان فيها يشيد بمبادره الحكم الذاتي كانوا كينوضوا عليها روينه. دابا هذا اللي متقدم اكثر من الاخر وكذا. في الاول كان شويه الشوق شويه، ولكن من بعد هذا الرئيس الجزائري كان مثلا ملي كيلتقي شي رئيس دوله ضروري، خصوصا ملي كتكون شي منعطفات بحال هذه، انه يوجه خطاب في هذا الامر هذا. اللقاء الاخير ديالو اللي كان مع الرئيس مع هذا الصومال لم يتحدث عن هذا الموضوع، رغم انه تحدث كثيرا. زعما الا مشيتي تشوف بزاف ما جبتش هذا الموضوع هذا. واعتقد انه شتي صحيح انه الخطابات الملكيه دائما كان فيها مد يد العون الجزائري، ولكن في هذا المرحله في هذا الخطاب الاخر كان جرعه شويه زايده. بمعنى اول مره غيستخدم اخي فخامات رئيس وهذه. اعتقد انه هناك اشياء تحت
تُطبخ، لا ندري. أنا عندي هذا الإحساس بناءً على هاد المعطيات. إلى أي حدٍ سيكون ذلك صحيحًا؟ هذا ما سنرى في المرحلة المقبلة. غير هو التصريح ديال ويتكوف ديال شهرين هو ما خصوش يتاخد على أساس أنه شهرين زعما اهم. راه غير الأمور التقنية خصها بزاف ولكن ديال في الترتيبات، رمزيتو ولكن هي ما رمزيته ما زعما. كتقالش شي حاجة في الدبلوماسية زعما غير هي هكاك ولا فيها نوع آه. من الضغط على المغرب وعلى الجزائر. زعما راه ما غنعطيوكمش وقت بزاف. اهم. فهمتي، راه ما بقاش عندكم الوقت، ماشي والضغط على زعما الجزائر 60 يوم. بالأحرى لأنها لأ، هي اللي مشكلة عائق لهذا هو شوف، التصالح. هو طبعًا هو الضغط على الجزائر أكثر، ولكن كذلك هناك ضغط على المغرب. اهم. الضغط على المغرب هو الذي يفسر كذلك السرعة اللي غادي بها المغرب في هذا الملف هذا. بمعنى أن حتى هو يقال له أنا غير كنحلل دابا، اهم. بما أنه هذا الكادو اللي غادي نعطيوك راه ماشي عاوتان تستغلوا أنك في ديك المسألة ديال أن ربحنا الطرف الآخر، أولا دير به مثلًا تسويات داخلية، ولا تكاموفلي على أمور عندك داخلية وكذا. لا، راه بغينا تسوية حقيقية لهذا الملف هذا في أقرب فرصة. بمعنى أن اليوم ما غنقولش أنا المنتظم الدولي كله، ولكن حلفاء المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يسمى بالمعسكر الغربي، أصبح اليوم عنده قناعة بأن هذا الملف هذا يجب أن تتم تسويته. علاش؟ ممكن نتكلموا على مجموعة الاعتبارات، كما ممكن أن اعتبارات أخرى اللي حنا ما عارفينهاش، من بيناتها حتى الترتيبات اللي كتوضع الآن لمستقبل المنطقة ديال شمال إفريقيا والمنطقة ديال الصحراء وديال الساحل، في إطار عاوتان لعبة كبيرة عالميا وكذا. أو ربما على ود العضوية ديال مجلس الأمن دائما لا. زعما كيفاش؟ زعما ربما كيوجدوا بعض الدول اللي حلفاء ديال أمريكا اللي يكونوا واجدين أنهم يكونوا عضو في كأعضاء دائمين. كاينين عضوين على ما أظن ياك شكون معضو؟ اللي غادي يكونوا عضوين دائمين في مجلس الأمن هذا غيكون من القارة الإفريقية. هذا حاليا غير امور كتطرح في اطار الناس اللي كيدعيو نحو اصلاح الامم المتحده. ولكن أنا لا اعتقد ان هذا الامر هذا، حيث الولايات المتحده الامريكيه، شوف، الولايات المتحده الامريكيه في الملفات اللي كتشتغل عليها داخل الامم المتحده راه ماشي حفاظا على الامم المتحده. هي اللي حينما تريد ان تتجاوز الامم المتحده كتجاوزها، وتجاوزتها هي أكثر دولة تتجاوز الأمم المتحدة. بمعنى أنه هذا الشيء اللي كديروا في المنطقة ديالنا ماشي ما عندوش علاقة بالأمم المتحدة. هي تستغل مجلس الأمن وتستغل الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تسهيل الأمور على الدول الأخرى في إطار المخطط اللي عندها. أنا نعطيك مثلا دابا عندنا واحد مجموعة النزاعات في العالم ياك، وعندنا واحد مجموعة البعثات ديال الأمم المتحدة. الأمم المتحدة حاليا حيدت عرفتي شحال من بعثة ديال الأمم المتحدة حيدتها بزاف. وحتى البعثة ديال المينورسو قلصت عددها وقلصت علاش؟ كان بسبب تمويل بسبب التمويل، لأن الولايات لأنه المتحدة الأمريكية ما بقاتش باغا تموّل. اهم. إذًا الولايات المتحدة الأمريكية زعما عندها التفكير في الإصلاح، اش كيقولوا لها هيئة الأمم المتحدة وإلى آخره، راه ما غتخلقلوش أزمات. الولايات المتحدة اليوم كتخلق أزمات ن ن ن ن ن اهم. الأمم المتحدة، والعلاقة ودايرة مشاكل لا للأمين العام للأمم المتحدة في مجموعة ديال الملفات، لا المقررين ديال لا مثلًا المجلس اهم. حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في جنيف، لا المنظمات الكبيرة اللي تابعة للأمم المتحدة بحال منظمة الأغذية والزراعة، الصحة إلى آخره. الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصًا مع هاد الحكومة أخرى، ومع مؤتمرات دولية بحال المؤتمر اهم. ديال المناخ إلى آخره. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية غادية في هذا الاتجاه. سي خالد الحديث معك ذو شجون ما كيتشبعش منه، ولكن أسرفنا على نهاية الحلقة. هذا هو. وقبل ما نساليو بغيت نطرح عليك واحد السؤال. واش كان شي سؤال ما طرحناش كنتي ربما بغيتينا نطرحوه ولا شي حاجة بحال هكا؟
هذا نقول لك فوالا. بصدق زعما آه. أنا ملي كنحضر في شي حوار أولا اهم. كذا كاين واحد فاش بصدق زعما نتكلم لك، اهم. بعض النقط كاين شي وحدين ما كيصيفطوليش محاور. المحاور، اهم. وبعض النقط كيصيفطوا لي أنت صيفطتِ لي المحاور، دابا ملي صيفطتِ لي اهم. المحاور خربقتيني، اهم. حيت ملي كتصيفط لي المحاور كنبدا نقول دابا خصني ندوي هادي، اهم. ولكن هادي يقدروا ما يفهمونيش عباد الله، اهم. شويه في واحد الوقت كننسى، كنقول صافي عرفتي اهم. اللي اهم. كيما حيت راه بغى كاينين بعض الأسئلة كيتجاوبوا عليهم فوالا في اللي وسط الحوار، وما يمكنش عاوتاني تعاود تسولهم لأنه الحديث ما كيتعاد زعما داك. والله ما عندي زعما في بالي زعما شي سؤال، أنا كنت أها. سعيد أنني اهم. نكون معاك، تكلمت زعما اهم. بكل عفوية، وعارف راسي أنه فاش غنتفرج الحلقة غادي نلقى شي حاجات خربقتهم ولا زقلت عادي، عادي زعما هادشي ديما عادي. كتعني أنه وخاص الناس يعرفوا آآ بلي أنه راه قدام الكاميرا راه بزاف د الحوايج كتقدر تنساهم لأنك كتبغي تقول بزاف ديال الحوايج. هذا شيء أنا زعما عادي، هذا شيء ما في عادي. بالي حتى شي اهم. ما في بالي حتى شي زعما شي حتى سؤال. شي سؤال، جميل، جميل. فهمتي؟ راه تكلمنا في كل شيء، راه جميع الأسئلة الله يحفظك. سولناهم، واللي ما سولناهمش راك جاوبتي عليهم بطريقة غير شكرًا ربي مباشرة. يخليك، شرفتينا اليوم السي خالد. نتمنى لك مسيرة موفقة، ونقول لك أنا زعما وقلت لك قبل ما نسجلوا، أنا والله ما كنعرفك وشفت 2 ولا 3 ديال الحلقات وزعما عجبوني قبل زعما قبل ما اتصل بيا اهم. ولا هذا، ولذلك كنتمنى أنك التوفيق في المسيرة ديالك، شكرًا. وكنعتقد بأن هاد الشيء اللي كديرو لا أنت ولا أصدقاء آخرين، أصدقاء ديالك زعما ماشي أصدقائك في المجال في زملاء. المجال، زملاء آه. صحيح زملاء، كنعتقد أنه أمر مهم، وأنكم سترافقون هذه المرحلة الجديدة أحسن اهم. مما سيرافقها حتى الفاعل السياسي وحتى الفاعل الإعلامي الرسمي، علاش؟ لأنكم كتيحوا هاد الفرصة ديال النقاش اهم. العمومي، وأعتقد أن الدولة براسها وغتكون التقطت الإشارة أنه حتى هاد النقاش اهم. العمومي هو في مصلحتها، على الأقل أنه هاد الدور ديال التنوير، لأن حتى الدولة أعتقد أنه في المرحلة السابقة ستحتاج إلى أن تهيئ المواطنين إلى اهم. بشكل تدريجي إلى اهم. مجموعة من الصدمات، ولتفادي هذه الصدمات خص الناس تكون عارف بالفعل شنو وقع، ومن بعد غتفهم باللي أن هذا المسار هذا إلا مشى على حقيقته هو في صالح المغرب وفي صالح الأجيال المقبلة. أما لا بقينا في المسار ديال البروباغندا الخاوية وديال الغوات وديال المغاربة رجالة وسبوعة اهم. وكذا، راه العالم كامل فيه السبوعة وفيه الفيران، عادي جدا، وأننا نبقاو نناقشوا بعقلانية اهم. أننا دولة عندها مشاكل، عندها إمكانيات محدودة، عندها أمور، عندنا شعب بحال سائر الشعوب في العالم، اهم. راه كما قال قديما العقل هو أعدل قسمة بين البشر، ما كاينش شي شعب أحسن من فعلًا. شي شعب، وأن اللي كيهم هو اللحظة الراهنة اللي كنعيشوها والمستقبل. أما الإغراق أننا نبقاو نقلبوا على شي أمجاد في المستقبل، أولا نعطيو واحد الصورة على الدولة الحالية ديالنا ونكبروها أكثر ما هي اهم. كاينة، أعتقد أنه في نهاية المطاف هذا الشيء هذا ما غادي يخدمش المرحلة المقبلة، لذلك أعتقد أنكم ستكونون بشكل أو بآخر من صناع المرحلة المقبلة. تشرفت بهاد الكلمات أستاذ خالد لأنهم كيعنيوا لي الكثير، خصوصًا من شخص بحالكم اللي كيعبّر دائمًا على آرائه بكل موضوعية، حنا من موقعنا كنحاولوا حتى حنايا نعطيو ضيوف اللي يرقاو بالذوق العام، شكرًا، ما نعطيوش أي حاجة. شكرًا، شكرًا لك السي ربي خالد. يخليك. كانت هذه نهاية حلقتنا، كان معكم علي النبلي في جهر. دمتم في رعاية الله.